فنانة إلهام شاهين في مسلسل سامحوني ما كانش قصدي. احنا هنا بنجد شخصية مسيطرة. طبعا الجزئية المسيطرة احنا بنشوف سيدة أعمال أو إنسانة يعني سيدة مجتمع، كانت متزوجة وجوزها بيموت وبتصدم صدمة شديدة جدا، لكن برضو ما تستمرش على انها تفضل من غير راجل. فهي بتشوف ناس كتير، بتشوف رجالة كتير، ولكن هي في حد معين هو اللي بيفرق معاها. الحد ده اساسا هو مش بيرضخ لسيطرتها. هي عندها مشكلة جزئية السيطرة دي، هي شخصيتها قوية، هي بتحاول تسيطر على اي راجل هي بتقابله. لما بتسيطر عليه وبيرضخ ليها هي بتحتقره بعد كده، ما بتحترموش. ايه الغلطة اللي اديتك الفرصة تشوف ايه جوايا وتطولني قبل ما طولك؟ خلي جواسيسك عليا يمشي. بس انا لا همشي خميس السواق ولا همشي حمزة. انت ايه رأيك بقى؟ بس خليكي فاكرة ان انا طلبت منك الطلب ده وانت قلتي لي لا. اوكي؟ جرى ايه مرزوق، انت بتتلكك لي ولا ايه؟ ما لو كان في حاجة في دماغك قولها على طول. انا مش فاهمة انت مالك، فيك ايه؟ الحكاية بقى مش حكاية حادثة ابو الحديد دي. هي بتحترم القوي. فطبعا الراجل اللي هو احنا اتكلمنا عنه دوت، اللي هو هي حبته، بدأت تحبه بشدة، لانه هو طبعا مش مديها اهتمام. يعني هي ما قدرتش تفرض سيطرتها عليه. والشخصية دي اللي احنا بنتكلم عليها هي شخصية مش مريحة، لان احنا لو اتكلمنا بعد كده هنلاقي ان هي حتى برضه بعد ما بتتجوزوا بيعيشوا في صراعات، لان هي فيها جزئية البارانويا. جزئية البارانويا دي جزئية صعبة، ما بتخليهاش تعيش في حالة وئام، ما بتخليهاش. هي دايما بتختلق بتختلق المشاكل، بتختلق الجزئيات اللي دايما عليها تقدر حياتها، لان هي طبيعتها كده ما تعرفش تغير، ما تعرفش تعيش من غير يعني صراعات، لان في طبيعتها الصراع اساسا اللي احنا اتكلمنا عنه. حتى زوجها اللي هو كان الاولاني اللي هو توفى دوت، هي مش يعني ما كانش حزينه عليه بشكل كبير ولا مصدومه، لان هو كان انسان يعني ان هي كانت بتحبه. ولكن هي تقدر تقدر البني ادم، بس تقدره انت بعد ما يموت. هو يعني كان راضخ ليها برضه، كانت سيطرتها هي اقوى وما كانتش محترمه ده وهو موجود، ولكن بعد ما بيموت بتبدا تعرف ان هو انسان كان كويس، بتبدا تحزن. ودي شخصيه من الشخصيات الموجوده في مجتمعاتنا كتير، يعني بنلاقي في ستات كتير كده، او حتى في رجاله كتير كده بنفس الطريقه دي او الشخصيه دي.